بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. فانطلاقا من هذين النصين الشريفين، يسر ديوان سلك الجواهر في أخبار السرائر أن يقدم إلى الإخوة الفضلاء فيلما وثائقيا عن مرشده وقائده الروحي الشيخ أحمد كرا مبكي نجل الشيخ عثمان ذي النورين. فيلم وثائقي يتضمن نبذة عن حياته وخططه الإصلاحية وأنشطته الاجتماعية والتنموية وإنجازاته التربوية والتعليمية وتأسيسه للديوان ولحزبه السياسي الإصلاحي حزب الحق للتنمية. ولا يفوت الديوان من خلال هذا العرض الوثائقي تقديم عروض تمثل نماذج من إسهامات قائده ومرشده في عدة مجالات إنسانية ووطنية، دينية وثقافية، مشاركة منه في الدفع بالبلاد ووضعها في قافلة التقدم وركب الحضارة. فالديوان إذ يقدم إلى حضراتكم هذا الفيلم الوثائقي لا يرجو أن يكون ذلك مساهمة منه في توعية المعنيين والمتطلعين إلى معرفة الحقائق من مصادرها وتعريفهم بشخصية هذا العلم الشهير والمصلح الكبير الشيخ أحمد كرا مبكي ذي النورين، راجيا من الله التوفيق والسداد في سائر الأحوال. لقد ولد الشيخ أحمد كرا مبكي في مدينة تيس عام 1954 ميلادية، الموافق لعام 1374 للهجرة. ووالده هو الشيخ المجذوب والولي المحبوب عثمان مبكي ابن الشيخ تشرنو إبراهيم فاتي مبكي، أخو الشيخ الأكبر والعلم الأشهر المجدد الشيخ أحمد بامبا مبكي، وخليفته على عياله وطلابه إبان غيبته الأولى إلى البحر وغيبته الثانية إلى ثرثار. والشيخ أحمد كرا من أهل دار المعطي، المدينة الدينية الثانية للمريدين، كما أن مؤسسه هو الرقم الثاني في سلك شيوخهم وقوادهم الروحية. ومدينة دار المعطي مدينة دينية كبيرة تقع بين مدينة طوبى ومقاطعة كبمير، وقد أسسها الشيخ تشرنو إبراهيم المذكور وجعلها زاوية للتربية الروحية ومعهدا للتعليم الديني وتكوين الطلاب المريدين على ممارسة الزراعة والعمل وعلى الكسب الحلال من أعمال أيديهم. وفي هذه المدينة المحروسة تلقى الشيخ المرشد أحمد كرا النورين تربيته الروحية وتكوينه العلمي على أيدي مشايخها ومربيها منذ نشأته الأولى، فدرس القرآن الكريم في كتابها حتى ختمه ختمات
ثم شرع في تلقي مبادئ العلوم الشرعية واللغوية حسب المنهج المقرر والشائع المتبع في البلاد فنونا وكتبا. ولقد رزق المرشد منذ نشأته الأولى بذكاء مفرط وذهن متقد وميل ظاهر إلى مخالطة الناس ومشاركتهم في حياتهم الاجتماعية واليومية. وفي عام 1981 ميلادية الموافق لسنة 1401 للهجرة توفي والده الشيخ عثمان مبكي ذو النورين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فانتقلت خلافته إلى الشيخ أحمد كرام مبكي تلقائيا، فأخذ بذمام إدارة الأسرة العثمانية أبناء وطلابا ومريدين، وكان إذ ذاك شابا لم يتجاوز عمره 27 عاما. وكان يوم توليه لخلافة أبيه أصغر خليفة تربع على حصيرة الخلافة لأسرة مكية. ولقد كان هذا العام بداية تحول كبير وجذري في مسيرة حياة الشيخ المرشد، حيث رأى أمامه عالم كبير وجم من الناس غفير سلموا إليه ذمامهم وائتمنوه على أنفسهم، فأصبح بذلك هو المسؤول عن قيادتهم وسياستهم، وهو القائم على إرشادهم وتوجيههم ووضعهم على طرق تضمن لهم السعادة الدنيوية والأخروية. فمنذ ذلك الوقت بدأ الشيخ في النظر والتفكير في طريق ينتهجها وخطة يتبناها يتمكن من خلالها على تسيير أمور الطلبة وإدارتها وفق الخطط المرسومة والضوابط الموضوعة تخول له السيطرة على أزمة أمورهم ومجامعها. فاهتدى بعد طول تفكر ومداومة نظر إلى أن أقرب الوسائل لذلك وأنجحها هو وضع تراتيب وتنظيمات وضوابط يلتزم بها كافة الطلاب المتعلقين به. ومن ثم رأى أن الاعتماد على الجماعات الموروثة من آبائه وأجداده فقط ليس هو كل شيء، وكذلك الاتكاء على الأرائك والتربع على الفرش والحصائر واعتزال الناس ليس هو غاية الغايات، بل لا بد من النزول في الساحة ومخالطة الناس ومشاركتهم في حياتهم اليومية. وفي عام 1995 أنشأ الشيخ ديوان سلك الجواهر في أخبار السرائر، أو الحركة العالمية لتوحيد الله، بأمر إشاري وإذن صريح من الشيخ صالح مبكي الخليفة العام للمريدية. فالديوان إذن وليدة لتلك التأملات الطويلة والنظرات المديدة والتخطيطات الصائبة. أنشئ الديوان ليكون حاوية ومجتمعا يأوي إليه كل شاب وشابة يرغب في الوقوف على الأسرار المريدية ورسالة مؤسسها الشيخ أحمد بامبا، مع الإلمام بالضروريات من المبادئ الإسلامية، بل هو حركة ثقافية دينية ووطنية إصلاحية. وبعد إنشاء الديوان
بدأ الديوان يؤدي رسالته إلى الشعب السنغالي خاصة وإلى الشعوب الأخرى عامة، لا سيما في أوروبا وأمريكا، فكان من أعظم إنجازات الديوان في السنغال، والتي لم يشاركه فيها أي مؤسسة دينية أو وطنية ثقافية أو اجتماعية، هو تبني مرشده الشيخ أحمد كرا فكرة محاورة اللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا منتشرين في أرجاء العاصمة دكار، يخوفون الناس ويرهبونهم ويغتصبون أموالهم تارة، كما يقتلون بعضهم تارة أخرى. فنزل الشيخ المرشد إليهم واقتحم شققهم ومغاراتهم وحاورهم حتى استخرجهم من المغارات، فأسلموا إليه أنفسهم وانتظموا في سلك طلابه ومريديه، فاستأجر لهم عمارة كبيرة ووكل بهم مشرفين ومربين يعلمونهم القرآن الكريم والمبادئ الإسلامية، حتى أصبح أولئك اللصوص وقطاع الطريق مستقيم السلوك ومهذب النفوس يعملون لخدمة المجتمع وتطويره. وقد كرر المرشد هذه العملية مرتين، فالمرة الأولى كانت في العام 1995، وكرر المرشد نفس العملية عام 2006، حيث حول من اللصوص في المرة الأولى 650 لصا، وفي المرة الثانية 110 من اللصوص. وقد أطلق على أولئك اللصوص بعد ذلك اسم جماعة الأنصار. ولم يقتصر الشيخ أنشطته الإصلاحية داخل السنغال، بل جاوز بها حدودها ونقلها إلى القارة الأوروبية، فكان من نتائج ذلك أن أسلم على يديه كثير من الأوروبيين وانتظموا في سلك طلبته ومريديه، يتزيون بأزيائهم ويسلكون مسالكهم كما يتصرفون بتصرفاتهم. وقد ضم الديوان لجانا وخلايا كثيرة، كل خلية منها تلعب دورا بارزا في إنجاح أعمال الديوان وتنفيذ مشاريعه. ومن أبرز تلك الخلايا خلية التنظيم، التي تتولى تنظيم الحفلات والمحاضرات والأنشطة الدينية والثقافية للمرشد وللديوان. وكذلك خلية النغمات الدينية، التي تتولى تنشيط وتنعيش الحفلات والمحاضرات بإنشاد الأشعار الدينية والزهدية والمدائح النبوية بنغمات جميلة ورائعة، وهي في غالبها مقتبسة من قصائد الشيخ المجدد الشيخ أحمد بامبا. وأحيانا يخترع الشيخ من عنده قصائد وجملا يتغنون بها، فجزاه الله وإياهم خيرا كثيرا. اللهم صل على
سيدنا محمد عدد ما فيه المنى صلاة دائمة في دوام ملكنا ثم بعد عمل دؤوب وممارسة طويلة أكسبت الديوان خبرات كافية حقق من خلالها إنجازات كثيرة تربوية وأخلاقية وطنية وإنسانية. فكر مرشده في تأسيس حزب سياسي يدلي بدلوه مع الدلاء في الحياة السياسية ويشارك في تنشيط الحركة الوطنية. فأسس المرشد الشيخ أحمد كرام مكي حزب الحق للتنمية PVD، فانتهج في حركته السياسية نهجا موضوعيا إلى حد بعيد، حيث يرى أنه ليس من الضروري أن يكون السياسي ماركسيا أو لينينيا ولا شيوعيا أو رأسماليا، ولا من الواجب أن ينتمي إلى اليمينيين أو اليساريين، بل الموضوعية والواقعية هي أهم ميزة للسياسي المحنك والصائص الناجح. فاستقى فكرته السياسية من واقع البلاد ثقافة وأخلاقا، عادة وأعرافا، وهذا هو الذي ميز حزب الحق عن سائر الأحزاب السياسية في السنغال. هذا الذي ميزه وأكسبه شهرة وسيطة نافس بها الأحزاب السياسية القديمة، مع أنه حزب حديث النشأة. وقد شارك في الانتخابات الرئاسية الماضية لعام 2007 بتحالف مع الحزب الديمقراطي الحاكم، فلعب الشيخ وحزبه في الانتخابات دورا بارزا مهد للرئيس عبد الله واد سبيلا لفوزه الساحق الذي حققه على منافسيه. وقد اختار المرشد الشيخ أحمد كرام مكي الانضمام إلى حلف التغيير كواليسيون صوبي بقيادة الرئيس عبد الله واد، نظرا لأن الرئيس مريدي مغتبط بمريديته. اتخذ الشيخ أحمد بامبا الذي هو جد المرشد وقائده ومخدومه، قد اتخذه الرئيس عبد الله واد شيخا ومرشدا روحيا له، فلم يستحسن رئيس حزب الحق الدخول معه في منافسات حزبية أو مواجهات سياسية، كما لم يرى التحالف مع أحد ضده، وهذا ما جعله يلغي ترشحه في الانتخابات الرئاسية الماضية، وبالتالي
ترشحه في الانتخابات الدستورية المقبلة. وفي الصفحات التالية من هذا الفيلم الوثائقي سوف نسلط الضوء على بعض من إسهامات الديوان وحزب الحق في الشؤون الاجتماعية والحياة السياسية، كما سنقف مع المشاهدين على بعض من المراسيم الدينية كالحفلات والمحاضرات التي ينظمها الديوان في مناسبات كثيرة، حرصا منه على تجلية جوانب من أنشطة وحركات قائده الإصلاحية وإنجازاته الإنسانية. وعطر نظريح المصطفى كرما دهرا بعرف شذي منك يا الله، وصلينا بتسليم عليه به وروح روحا بريحان يا الله. محمد خير خلق الله في أبد يا الله، صل عليه الدار يا الله. لولاه ما كان ملك الله منتظما دنيا وأخرى من الأزمان يا الله. قد كان نور ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله، ولا جنان ولا نار الجحيم ولا عرش وفرش مع الأنهار يا الله. هذه نماذج من المراسيم والحفلات والمحاضرات الدينية التي تقوم بها الديوان. أولا، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لقد دأب المسلمون منذ قرون عديدة